صن داونز بيقدم مباراة من أكبر المباريات في تاريخه أمام النادي الأهلي. صن داونز عرف قدر النادي الأهلي، فلما عرف قدر النادي الأهلي لعبه بقدره فعرف يكسبه. لكن النادي الأهلي مش مدي قدر صن داونز حقه، فبقى شكلنا بالمنظر ده. زائد أخطاء من الإدارة إن ما أجلوش ماتش المقاولين ولا حتى لعبوه بالصف الثاني وريحوا اللعيبه الاساسيه عشان ماتش سان داونز، فنطلع بالشكل ده. ثالثا لعيبه متخاذله ولعيبه مش حافظه واجبها ولا مراكزها ولا غيرانه على تيشيرت النادي الاهلي ولا علامه النادي الاهلي ولا على كيان النادي الاهلي ولا الملايين اللي بتتفرج عليها، فبقينا بالمنظر ده. بقالنا سنتين بنقول يا جماعه في لعيبه كبرت، يا جماعه في لعيبه فوق السن محتاجين ليها بديل واتنين، يا جماعه ما تبخلوش على النادي الاهلي بملايين، يا جماعه مارسيلو ب 4 مليون دولار في اول 3 دقايق هدف ب 4 مليون دولار، فريق جنوب افريقيا هو اللي جايبه ب 4 مليون دولار، فاحنا لا اكتر من 2 مليون دولار ما نقدرش نجيبه. شالولي كان معروض على النادي الاهلي ببلاش، كان هياخد فلوس في ايديه ويمضي النادي الاهلي، لا ده جاي من ناميبيا بيلعب منتخب ناميبيا، هو ناميبيا ده احنا كنا بنديله بالسبعه. اهو شالولي كل مباراه قدام النادي الاهلي بيثبت ان هو انا ترفضني، انا تقول عليا كده. طيب السلام عليكم ورحمه الله وبركاته، احباء واصدقاء في كل مكان، احباء ملعب الهداف، اهلا وسهلا بكم في مباراه وتحليل مباراه الاهلي وصن داونز الجنوب افريقي الذي يستحق بطوله افريقيا هذا العام. وهزعل قوي لو النادي الاهلي كمل وصن داونز كمل وصن داونز بالمنظر ده ويعمل في النادي الاهلي اللي هو افضل فريق في افريقيا المفروض في اخر 3 4 سنين يعمل فيه كده وفي الاخر ما ياخدش البطوله، يبقى بصراحه في حاجه غلط. ولكن هنقول ان موتسيبي رئيس الاتحاد الافريقي واللي هو صاحب نادي صن داونز، وده اللي انا ما كنتش اعرفه، يعني الكلمه اتقالت كده بالصدفه وبيقول لك ان هو صاحب نادي صن داونز، ده انا اول مره اعرفه يعني. ولكن فريق قوي، فريق بيلعب كرة على الارض سلسه جدا، حريفه كوره، لعيبه كوره واثقين في نفسهم، واثقين في ادائهم، جماهيرهم واثقه فيهم من اول المباراه وبيعملوا كده، وفعلا كسبوا 5. فضيحه من الدرجه الاولى للنادي الاهلي، مره تانية من صن داونز بس بعد 3 سنين. طيب ايه اللي ممكن نعمله يا محمد رضا او يا محمد الصيفي؟ انا قلتها قبل كده، اداره مش قادره تدي اللعيبه حقها، لعيب زي كهربا مش عارفين يوقفوا الاعلام عن نشر حاجات غير موجوده تماما، ولا يعرفوا يقفوا قدام حد بيدلس في كلام ضد لاعب فيخلوه بره او اوت اوف سيرفيس زي ما بيقولوا بره الخدمه عن كره القدم، زي لعيب زي كهربا مهم لمنتخب مصر قبل ما يكون مهم للنادي الاهلي، فلازم تبقى بالمنظر ده. مش قادر تأجل مباراة لازم تبقى بالمنظر ده. طب خلاص ما تأجلش مباراة بس العب بالاحتياط، لازم تبقى بالمنظر ده. كولر مش عارف قدر الامكانيات او قدر النادي الاهلي وملايين اللي بتتفرج على النادي الاهلي والناس اللي بتحب النادي الاهلي، يبقى لازم تبقى بالمنظر ده. انا بعد ما اتعادل في الدقيقه 13 الطبيعي ان انا في فجوه في خط الظهر ما بين خط الظهر وخط الدفاع، الطبيعي ان انا اقفل، الطبيعي ان انا اضيق المساحات. لعيبه زي دي مهاريه وعندها مساحات وسرعات، لازم اضيق المسافات. ده قالب به كوره، ده قالب به كوره يا كولر. فين برونو سافيو؟ صفقه السوبر، الصفقه اللي انا من وجهه نظري صفقه لا مؤاخذه، يعني صفقه لا مؤاخذه. بيرسي تاو النهارده افضل لاعب في المباراه، وفي وجهه نظري ما عملش اي حاجه غير الجول والقطعه بتاعت الهدف الاولاني. بعد كده كل ده شالولي، على رأي شالولي. النادي الاهلي محتاج اداره، محتاج كشافين، محتاج صفقات، محتاج يريح اللعيبه التعبانه بقى اللي شبعت كوره. اختصارا كده النادي الاهلي محتاج لعيبه رجاله، احنا ما عندناش لعيبه رجاله. لا هقول اصل ماتش المقاولين سبب، هو سبب بس في ايدك ان انت كنت تغيره. مش هقول اداره بس، مش هقول لعيبه بس، التلاته فشله. بقالنا فتره بنقول يا جماعه عايزين صفقات ودعم في مراكز معينه، كله من بنها. يا جماعه معلول
كله من بنها. ايمن اشرف ماله كولر ايمن اشرف؟ ما تلعبوا باك ليفت يا عم، بيلعب سرد باك وبيلعب باك ليفت، ما تلعبوا يا عم وطلع معلول قدام. معلول ما بيدافعش. محمد هاني يعني خلاص يعني لما بيلعب عليه لعيب حريف شكرا، بتشوفه بالمنظر اللي انت شفته ده. لما بيلاقي جماهير ركبه بتخبط في بعضها. ده محمد هاني بيلعب في مباراه الكبيره، وقعدنا نقول ده بيلعب في مباراه كبيره وبيعمل مباراه كبيره في كاس العالم. في افريقيا اهو، في افريقيا اهو. انا بناشد الناس بلاش كلمه ادعموا فرقه كلها رعونه. فرقه كلها رعونه.